السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وإن شاء الله نعملها مع بعضنا، إن شاء الله تكون نال إعجابكم. نخليكم تكتشفوا الوصفة، والأغلبية اقرأ العنوان الوصفة وأعرف الوصفة شنو هي. إن شاء الله نبدأ مع بعضنا على بركة الله. لهنا عندي جبت صينية حطيت فيها خميرة فورية، ومعاها معلقة ونص سكر عادي، ونجيبوا لها ماء دافي كما قاعدين هكاك تشوفوا معايا، ونخليوها ترتاح هكاك مدة 5 دقائق لين الخميرة تتفاعل، ونرجع نكملوا مع بعضنا الطريقة. نغطيو عليها كما قاعدين هكا تشوفوا حتى تتفاعل الخميرة، ونكملوا لهنا كما قاعدين تشوفوا الخميرة تفاعلت. باش نستحق الهنكاية باش نجيب معايا الدقيق. الكمية ترجع لكم كل واحد وحسب الأفراد العائلة، وكل واحد وقداش يحب يحط. أنا الهنكاية استعملت مقدار كيلو فرينة، كيلو دقيق. نكملوا مع بعضنا الهنكاية باش نزيد لها وحدة خميرة الحلويات. أنا لازم لأغلبية المعجنات متاعي نحط فيهم خميرة الحلويات يخففها لي. لهنا نكملوا مع بعضنا، وباش نحط لها الملح كذلك حسب الذوق، كل واحد يعرف عينه وميزانه. انا نعرف خاطر الملح اللي عندنا لهنا في المانيا هذا ما يملحش بالكدا. لهنا نكملوا مع بعضنا باش نلم العجينه حتى لوين تحصل على عجينه متماسكه. نوريكم القوام العجينه معايا في الفيديو، وتتبعوا وتراوا وتشوفوا كيما هكا نلموا مع بعضنا حتى لوين نحصلوا على عجينة. إذا كان الماء شوية نزيدوا الماء، فهمت. أنا لهني كاين ما عند هاني عيني ميزاني، نعرف إن الماء نستحقه باش نحاول نلمك شوية، ونضيف الماء بشوية بشوية لين نتحصل على عجينة متماسكة. خليت لكم الفيديو برسك على طبيعته، ما حذفتش منه ياسر بالرغم من الفيديو جاء طويل شوية. خليت قلت تكون المراحل الكل قدامكم. عندي الماء نضيف هكا بشوية بشوية، ونلم في نفس الوقت نعجنو. إذا عندكم عجانة أسهل لكم، أنا نحب هكا حاجة هكا بيدي، ما نعرفش علاش نحب هكا نعجن بيديا. كملوا مع بعضنا هنا باش نزيد يعني شوية ما خاطر نستحق العجينة مازال تستحق. وكمية اللي عملتها بصراحة يطلع لكم ياسر، يطلع لكم كمية مقبولة معناتها تكفي. من هكا لهنا زدت هكا شوية ماء. هذه هي الكمية اللي كملت معناتها لهنا باش نلم فقط معايا. نلمو العجينة بالكدا، العجينة نعجنها بالكدا باش تعطينا ريزلتا الباهي كما قاعدين هكا تشوفوا. كملنا مع بعضنا. وصفة سهلة ومحبوبة، نحبها احنا التوانسة برشا، هي بالأخص في الصيف. لكن علاش لا حتى وقتنا هذا معناتها كيك ساندويتشات حاجة تخفيفة ينجم الواحد يفطرهم ولا يتعشاهم ويشبعوا في نفس الوقت. من هنا قاعدة نلم في العجينة متاعي، كملت صايي قاعدة كنعجن فيها كما قاعدين هكا تشوفوا معايا. قد ما تعجنها قد ما تعطي نتيجة باهية.
هذه هي بعد ما كملت عجنتها باش ندهنها بشوية زيت ونغطاها ونخليها ترتاح، ونكملوا مع بعضنا بقية المكونات كما قاعدين كتراو معايا كما تشوفوا. ندهنها بشوية زيت ونغطيو عليها ونخليوها ترتاح لين يتضاعف الحجم العجينة. إذا كان سخانة دار دافية 45 دقيقة بالنسبة لوقتنا هذا، خليوها ترتاح الدنيا باردة شوية عنا. لهنا في نفس الوقت اللي العجينة متاعي تخمر نمشي نحضروا المكونات الحشوة. لهنا عندي بطاطا، أنا باش نعمل نوعين من بطاطا مصموطة وبطاطا مقلية. تحبوا تعملوا بطاطا مقلية للحشو ولا تحبوا تعملوا بطاطا مصموطة؟ انتم وش تحبوا؟ أنا باش نعمل النوعين. هنا خذيت بطاطا وقطعتها على شكل مربعات صغار كما قاعدين تشوفوا معايا في الفيديو. تم نقطع الكمية الكل اللي عندي. هي بطاطا مصموطة صراحة خفيفة، معناتها نقصوا من الزيوت خاطر كما باش نقليوها بعتالي هذا فما كمية الزيوت كي تجي مصموطة خير. أما أنا بصراحة تعجبني المقلية، تعجبني بطاطا مقلية. لهنا بعد ما كملت قطعتهم الكل كما قاعدين كتشوفوا باش نضيف لها كركم وباش نضيف لها الملح وراس الحانوت وفلفل أكحل ونضيف لها الماء. راكم معايا تبعوا في الفيديو باش نحطوا البطاطا الطيب والملح كما قلت لكم على حسب الذوق، ونخليوها تطيب. كملوا البهارات راس الحانوت وحطوا لها شويه فلفل اكحل فلفل اسود وضيفوا لها الماء. نغطيو البطاطا بالماء باش نحطها تطيب كما قاعدين كما تشوفوا في الفيديو. سهلة، وصفة سهلة ومقاديرها سهلين وموجودين في كل بيت وبصراحة تشبع وبنينة. الحاجة اللي نأكد لكم عليها إن بنينة على الآخر، يعجب الكبار والصغار يحبوه. لاني يعني نحط البطاطا طيبة. عندي زاد العظم لهنا، خليت العظم يتسلق البيت. لهنا بعد ما خمرت العجينة متاعي كما قاعدين تشوفوا وتضاعف الحجم متاعها باش نجيو لهنا نشكلو. أنا التشكيلة متاعي ما نحطش العجينة ونبدأ بالقالب ولا شيء، أنا نشكل كل شيء بداية. تشوفوا معايا كيك في الفيديو خرج ساعة هنا من العجينة اللهوة نخرج لها الهواء كما قاعدين ترى. العجينة خمرت بالقدام. شوفوا لهناك أنا هذا الشكل اللي نعتمده في الواحد في الوصفة نتاعي، الطريقة إن كيفاش نشكلها. هنا ناخذ هكا كويرات هكا صغار كما قاعدين هكا تشوفوا نكورهم هكا كويرات صغار لين نكمل العجين الكل اللي عندي هكاك. وعيني ميزاني في الشكل والقص العجينة. تحبوا تطرحوا العجينة الكل وتعملوا بالشكل قالب تجموا تعملوا، لكن أنا بصراحة نفضل هذه الطريقة. كل واحد وكيفاش متعود ومستانس. أنا هذه الطريقة اللي مستانسة بها ومتعود عليها كما قاعدين كتشوفوا معايا. كوروا مكاك شكل دويرات لين نكمل العجينة الكل اللي عندي.
تحبوا تعملوا كعاب كبار شوية، تحبوا تصغروا، انتم تحكموا في الشكل، تحبوا تكبروا ولا تصغروا، انتم تحكموا فيه. لاني كيما تشوفوا بعد ما كملت، لا مش هذاك العجين كله راه ميزال عندي، اما باش نبدا نوريكم، باش نخليهم يرتاحوا شويه. انا لهنا شفت انا ترحك شويه، وبعدها نجبدها بيديا باش نزيد نحلها كيما قاعدين كتشوفوا هكاك، ونبدا نجبد هكا ونطلق فيها شويه كيما قاعدين ترى. يعني هذه الطريقه اللي نعملها. خليها هكا على جنب ونزيد نكمل. قلت لكم كل واحد وكيفاش الطريقة متاعو كيفاش يشكلها. هنا أنا هذه طريقتي وسهلة، صدقوني سهلة. نكملها كيما هكا. لين نكمل الكمية اللي عندي الكل. هني هذيك الجبدة انها نطولها شوية، نطول فيها كيما هكا. نكمل اللي عندي الكل. نواصل، بعد تاني نغطيو عليها باش نخليوها تزيد تتخمر شوية. نفس الوقت نجيبو الزيت بتاعنا ونسخنو هاكم معايا وتتبعوا. خليها كيما هكا، نمشي نحط الزيت يسخن وبعد تاني نكملهم. هذا هما بعد ما يعني كملتهم. لهنا حطيت كان جبدها شوية كي نمدها، حطيت عندي الزيت سخن ونحطها في الزيت تتقلى كما قاعدين نشوف. الزيت لازم يكون معوم، لازم يكون الحبة كي نحطها في الزيت تغطس، يغم عليها الزيت، لازم تكون معومة باش تطيب لنا من داخل. لازم كمية الزيت تكون كافية تغطي على الكعبة الحبة. لهنا كما قاعدين تشوفوا انا نزيد نرش على هكا شوية بالمغرف هكاك الزيت كما قاعدين هكا تشوفوا معايا بالطريقة هذه. نواصل هكا. تنجموا تستعملوا كسرونة ما اكبر، انتم ما يرجع لكم. انا استعملت كيك هذا نقليب بصراحة بزوز كعبات هيك نبدأ مرتاحة. عندي الوقت مانيش مزروبة، اذا مزروبين تعملوا كسرونة ما اكبر وانتقلوا حتى بالستة بالسبعة كعبات في نفس الوقت. من هكا نخليهم هكاك يطيبوا وبعد تالي نقلبهم على وجههم الآخر من هكا. هكاك نقلبها خليهم يطيبوا ونكملوا الباقيت العجينة كيما هكا. نجيبو هكا كسكاس ونحطو فيه الورق الطبق باش يستقطر من الزيت. وتتبعوا معايا وتشوفوا لازم يكون الشكل اللون نتاعها هكاك دوري. لما طابوا نخرجهم ونكمل. يعني هذه كما قلت لكم كل ما نجيب كعبة كيك نجبدها شوية كيك باش نطولها من هكا ونحطها في الزيت الطيب كيك اللي نكملوا اللي عندنا الكل. صدقوني وصفة بنينة وسهلة. اللي أول مرة يزور قناتي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديدي، ويترك لي تعليقه يقول لي كيفاش جاتو، جرب وصفة من وصفاتي ويقول لي كيفاش جاتو. إذا عندكم أي وصفة تحبوا نشاركها معاكم اكتبوا لي.
إن شاء الله نعملها مع بعضنا. وصفة ناجحة من أول تجربة، اللي حتى اللي ما يعرفش يجربها تنجح له. وصفة سهلة ومقاديرها سهلين وما تطلبش برشا مقادير كيما هكا، وبنينة بنينة على الآخر. هذه هي، كملها مع بعضنا. انا مش باش نصور كل، خليت لكم هكاك قصيت على الفيديو خاطر باش نقعد نصور باش يجي فيديو طويل ياسر باش قليان الكل. هاني وريت لكم هكاك شويه باش تاخذوا فكره كيما قاعدين ترى. من هكا نواصلوا لين نكملوا كما قلت لكم الكميه اللي عندنا الكل. ما نجمش نصور كل خاطر كل شيء ظاهر وواضح وباين، ماشي حاجه كاك صعيبه ولا حاجه انسان ما يعرفهاش، سهله. نكمل معاكم الكعبات هذوما ونتعداو للمراحل الاخرى كيما هكا. هذه هي، وهذا هو الفريكاسي متاعنا. بعد ما طاب وراني كملت معناتها صورت لكم هذا، كملت الكمية الكل. نجيو لهنا ونقصها، نعملوا فتحة من الفوق، نعملوا كيك فتحة من الفوق. شوفوا معناتها كيفاش خفيف من داخل باش نعمروهم. نعمل هكا الفتحة من الفوق. هذه هي، ونوريكم شنو باش نحطوا لها مقادير. لهنيكايا عندي هريسة وعندي تون وبطاطا اللي سمطناها مع بعضنا والبيض مقطع وزيت زيتونة وزيتون. بالنسبة للزيتون، الزيتون من تونس، الزيتون نتاعنا من تونس. تجموا إذا عندكم أي نوع زيتون آخر تجموا تحطوه. لهناكم قاعدين تشوفوا معايا لهنيك الفتحة اللي قلت لكم عليها، نعملوا كفتحة في من الفوق باش نجموا نعمرها كما قاعدين هكا تشوفوا. كيك نحلها ونبدأ نحط لها الهريسة. الهريسة حطيت لها شوية ماء وشوية زيت، حليتها خاطر حليتها شوية كما هكا نحط. واللي يحب يكثر يكثر، واللي ما يحبهاش حارة ياسر ينجم يحط شوية ما يكثرش. انا لهنيكا باش نزيد معاه شوية زيت زيتونة باش يبرد شوية الحرورية. حط لها كيك زوز مغارف زيت زيتونة، ويبنن زاد زيت زيتونة في نفس الوقت كما قاعدين تشوفوا معايا. اما اللي يحب حارة ياسر يحط الهريسة. هنا نحطوا لها البطاطا اللي صمتناها مع بعضنا، دي بطاطا مسموطة، ونحط لها التن. أضم المكونات الأساسية اللي لازم يتحطوا في الفريكاسي. حط لها بيض مسموط سلقته، ونحط لها الزيتون. هذه هي كما قاعدين تشوفوا، هذه هي الفريكاسي متاعنا. شوفوا منظرها يشهي يشهي على الاخر. ووصفة كما قلت لكم بنينة 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 برشا. انا لهنا زدت ضفت معاها سلطة، مع الفريكاسي ضفت سلطة. ما عمرتهمش الكل، خليت خاطر ولادي فما اللي ما يحبش الحار خليته يعمل تنجم يحطوا مايونيز بطاطا ومايونيز وبيض
واللي حتى جا متعمرها حتى بالسلاطة، شوية سلاطة. لهنا حطيت أنا البطاطا المقلية، أنا نحبها بالبطاطا المقلية والبيض والتن والزيتون. أظن هما كما قلت لكم المقادير الأصلية. هذه الوصفة متاع اليوم، اللي هي الفريكاسي التونسي اللي غني على التعريف. الوصفة البنينة ياسر، بنينة برشا برشا ونحبها برشا، ووصفة تشبع وتقنع. ساندويتشات ياكلها كبار صغار يفرحوا بها. هذه هي الوصفة متاعي اليوم. أنا صورت لكم هذا الكم اللي عملتهم، لكن طلع لي بصراحة كمية ياسر. هذه هي، ما بقى لي كان نقول لكم إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم، وإن شاء الله ملاقاتنا في فيديو آخر وفي وصفة أخرى نعملها مع بعضنا. وقولتي الشهيرة ما تنساوش تجربها كما العادة، وتتركوا لي تعليقكم ولايك وجيم وبارتاجي الفيديو باش تعم الفايدة. هذه هي، ما بقى لي نقول لكم إن شاء الله ملاقاتنا في فيديو آخر وفي وصفة أخرى كيك سهلة ومقاديرها سهلين نعملها مع بعضنا بإذن الله. واللي أول مرة يزور قناتي يشترك باش يوصله كل جديدي. مع السلامة، وكما العادة ما تنسوش تجربها. مع السلامة، شهية طيبة.